أكثر من أصدقاء، نعمل سويا من أجل المجال التربوي جميعا. السيد صالح أبو ريا مدير مركز الإرشاد في المجتمع العربي المحترم. السيد علي هيكل، لا أعلم إذا جاء أم لا، ولكن قيل لي أنه سيأتي، فأرجو أن يكون هنا، وإن لم يكن فلتصله رسالتنا وليصله سلامنا. السيد حرب حبيب الله مفتش الكشاف والتربية الاجتماعية والتربية اللامنهجية المحترم. سيد حرب، أنا إلي كلمة واحدة بس بدي أوصلها لكل مواطن في عين ماهل، أن السيد حرب حبيب الله هو الجندي المجهول في هذه البلد، هو الضابط المجهول، هو يعمل من أجل القرية، ولكن نرجو أن نمد يد المساعدة له، وأن يمد هو يد المساعدة لنا من أجل تطوير هذه القرية وتنميتها. فسيد حرب كل الاحترام له. مرشدي الكشاف الأخ إيهاب كيال وإيلي خوري ويحيى سليمان وأمجد أمارة، أهلا وسهلا بكم. معلمي الكشاف ومعلمات كشاف، على ما يبدو أن هناك معلمات كشاف أيضا، لأني كما أعلم عندما كنت مديرا كان عندي معلم ومعلمة كشاف، لأنه كان في عندي أولاد وفي عندي بنات، بس البنات كانوا أقوى من الأولاد، فكرش حالك كبضاي. أنا لم أنتهي بعد. الأب الراعي توفيق سليمان، طبعا أنا المدراء بعد ما أنهيت كلماتي. ترحيبي لجميع المعلمين والمعلمات المحترمين. الآن المدراء، وإذا في مديرات هنا أيضا من مدراء المدارس سواء من القرية أو من خارج القرية، مع حفظ الأسماء والألقاب، لأني لا أعرف كم مدير هون. سمعت في من قلنسوي كمان في مدير، عمر سلامي والأخ توفيق سليمان، أبو الشادي مدير الثانوية في عين ماهل، الأستاذ خالد أبو ليل مدير الإعدادية، إذا نسيت حدا ذكروني عذرا. الأستاذ فضيل وينه؟ أقرب واحد جنبي دائما لازم ننسى. أعضاء المجلس المحلي المحترمين ومدير عام المجلس الأخ عبد الحميد أبو ليل، جميع الموظفين، مدير قسم المعارف طبعا على رأس بيراميديا، وين أبو الشادي حبيبي أبو الشادي، أهلا وسهلا فيكم جميعا. الأخ عثمان أبو ليل مسؤول الأمن والأمان، الأخ كمال قسم الخدمات النفسية، الأخ يوسف أبو ليل مدير فرع شبيبي في عين ماهل، شبيب العملي والمتعلمي، والآن دور الأخ إيهاب أبو ليل اللي هو مع وسيم، يعطيه الألف عافية وألف شكر لإلهم على هذا التنظيم الرائع والجهد الجبار اللي بذلوه من أجل إنجاح هذا اليوم. فألف تحية للأخ إيهاب وللأخ وسيم، ونتمنى لكم إن شاء الله دوام العطاء والصحة، وإحنا وياكم وزمن طويل. الشرطة كان لها دور كبير والإسعاف وكل المنظمين، فكمان أنا بشكرهم من كل قلبي، خصوصا أبو صالح على رأس الجميع. الآن في عندي رابطة الطلاب الجامعيين في عين ماهل لأول مرة، وعلى رأسهم الأخ وسيم أبو ليل، كمان أنا بحييهم لأنه فعلا أثبتوا وجودهم. الشبيب العامل المتعلمي أنا ذكرت، وبعدي بأكد على أنه هدول هن القادة في المستقبل، سواء كانوا صبايا أو كانوا من الشباب. ألف تحية لهم. الآن إذا نسيت حدا عذرا، الأهالي عين ماهل، للطلاب للطالبات، إحنا كلنا من أجل هذه الورود التي أراها أمامي، هذه الورود من الفتيات من الشباب، أرى جميعهم كل واحد وردي في محله. أنت وردي يعني دير بالك، بدك جوري بعطيك جوري، بدك فل. إيش بتحب أنت كل الورود، مش بس أنت
بسيطة، كل واحد فينا هو وردة، وإحنا في خدمة هذه البنود اللي إحنا بدنا إياها في المستقبل تكون هذه هي النواة وهي الأساس لمجتمعنا ولحضارتنا ولشعبنا. الآن الناس اللي تبرعوا واعطونا الدعم، المجلس المحلي لحاله ما بيكفي، اهالي عين ماهل الطيبين واهالي عين ماهل الكرماء وكل التضييفات اللي انتم شفتوها اليوم، انا بشكر كل مواطن، كل انسان قدم اي مساعدة سواء كانت مالية او اي شيء اخر قدموه لانجاح هذا اليوم. الف شكر لانه باسمي كمجلس محلي وباسم طبعا المفتش ووزارة المعارف، احنا بنشكر الناس اللي قدموا لنا هاي المساعدة. الان بديش اطول عليكم الحديث، بدي اقول كلمة واحدة اللي تصل لكل اذن. احنا في عين ماهل عيلة واحدة، نمتاز بمحبتنا لبعض، نمتاز باخوتنا، كلنا واحد، كلنا من اجل الواحد والواحد من اجل الجميع، كلنا لاهل عين ماهل واهل عين ماهل للجميع. فاحنا عيلة واحدة لن نتفرق ابدا ولن يكون هناك اي خصام مهما كان الاختلاف في الاراء. طبيعي يكون في اختلاف في بعض الآراء، ولكن هذا لا يعني أننا على خصام، بل إننا على وئام، إننا على محبة، إننا على احترام متبادل، إننا نحترم البعض بعضنا البعض ونود بعضنا البعض. فهذه الرسالة أرجو أن تصل إلى كل قرية وقرية لنمنع العنف، هذا العنف الذي تفشى بين المجتمع وأدى إلى المقتل العديد من الناس الأبرياء. نرجو أن يزول من بيننا هذه ظاهرة كريهة وخبيثة ولئيمة لا نريدها، ننبذها جميعا. والملاحظة الأخرى التي أريد أن تصل إلى كل إنسان، خصوصا الإنسان الذي يهمه موضوع التربية والتعليم، ونحن هنا على ما يبدو كلنا يهمنا موضوع التربية والتعليم، وعلى رأسهم الأستاذ جلال صفدي مفتش هذا الموضوع إدارة الشباب. ويعني إحنا الشباب الصغار اللي أنتم موجودين هون كلنا إحنا من المفتش ورئيس المجلس والأعضاء والمدراء والمعلمين من أجل هذه الشبيبة ومن أجل تقدم هذه الشبيبة ومن أجل إعطاء المجال لأن يصل إلى أعلى المستويات وأرقى الأماكن. فما أرجوه إن شاء الله هو أن نصل بعضا ونمنع الظواهر السلبية الخبيثة كالمخدرات وغيرها من الظواهر التي كلنا ننبذها وكلنا نكرهها. ولكن لي رجاء وطلب من المفتش والمسؤولين في وزارة المعارف أن نكثف من الفعاليات اللامنهجية، لأن هذه الفعاليات هي التي تجعل هذا الشعب كله من المثلث ومن النكب في الجنوب إلى أقصى الشمال، تجعلنا كلنا أسرة واحدة على مائدة واحدة بقلب واحد وسليم. ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويعطينا القوة والصلابة من أجل هذا المجتمع. أخيرا أتمنى لكم يوما ناجحا، وأشكر كل الحضور وأشكر جميع من ساهم في إنجاح هذا اليوم، وأشكركم أنتم أن توصلوا هذه الرسالة إلى أهاليكم في بيوتكم. أنتم الرسالة الصحيحة، لأن الطفل بروح بيحكي لأهله بالضبط شو. أعضاء المجلس المحترمين، المفتشين، الأستاذ حرب حبيب الله ابن عين ماهل مفتش الكشاف، الأستاذ صالح أبو ريا مدير مركز الإرشاد القطري، أستاذ نافذ الموجه، مرشدين إيهاب يحيى هيلي يوسف وأمجد أمارة،
مدراء المدارس، زملائي أعضاء المجلس والزميل إيهاب أبو الليل ووسيم، تحية كبيرة لأهل عين ماهل. عين ماهل بلد الكرم والخير يا أبا خالد. نتشرف أن تكون هذه المسيرة القطرية هنا في عين ماهل، فجئنا من المثلث ووادي عارة والجليل لنقول كلنا شعب واحد في هذه البلدة، ببلدة عين ماهل. كلنا أتينا إلى هنا لنجسد عملنا، عمل كشافة المدارس العربية القائمة من سنة 56. فنعم، هذه المسيرة مسيرة التسامح والمحبة، وتنقل مشاعرنا ونداؤنا لمجتمعنا العربي لا للعنف، نعم للتسامح. بهذه الفرصة مش هطول عليكم، نبشر يا أبا خالد، نبشر سلطاتنا المحلية، نبشر مجتمعنا العربي، نبشر الشبيب العربية أننا ابتدأنا بالانطلاق نحو الثورة في التربية اللامنهجية. 130 مليون شيكل استثمار بالسلطات العربية، 130 مليون شيكل استثمار بالشبيب العربية. بدأنا من اليوم وسنبدأ، وخلال 3 سنوات سننطلق إلى مستقبل جديد بلون آخر وشكل آخر. في النهاية مش راح أنا أطول عليكم، كشاف اليوم كشاف للأبد. أشكر جميع المرشدين، أشكر جميع الطلاب والطالبات. الكشاف ينبض، الكشاف موجود. نحن هنا ننطلق جميعا كلنا نحو مستقبل بلون آخر وشكل آخر وصوت آخر. في النهاية بشكر رئيس المجلس المحلي، بشكر المجلس المحلي والعزيز الصديق الرفيق إيهاب أبو الليل والطاقم. شكرا شكرا يا عين ماهل، شكرا يا أهل الخير والمحبة. شكرا. شكرا أبو محمد. هنالك شخص من كثر عطائه حينما أراه يفرح قلبي ويثلج صدري ويبهج فؤادي، إنه أستاذي الأستاذ حرب حبيب الله، مفتش الكشافة في المدارس العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكرام، أستاذ وليد أبو الليل رئيس مجلس محلي عين ماهل المحترم، أستاذ جلال صفدي مدير إدارة المجتمع والشباب في المجتمع العربي، الأستاذ صالح أبو ريا مدير مركز الإرشاد في المجتمع العربي، المفتشين، مدراء المدارس في البلدة، مدراء المدارس من القرى والمدن المجاورة، نرحب بكم هنا في عين ماهل بلد العطاء، جبل سيخ. الأشام يرحب بكم مرشدين، شباب، طلاب، معلمين كشاف، معلمات الكشاف. أنتم روح المستقبل، أنتم العطاء. ونشكر أيضا جميع القائمين على إنجاح هذه المسيرة، مسيرة الكشاف. وأنا اليوم يعني سعيد جدا أنه في حدث خاص إلي بالنسبة لمسيرتي في وزارة التربية والتعليم، لأول مرة استضافة مسيرة الكشاف القطرية للمدارس العربية. وأنا أيضا لا أريد أن أطيل عليكم وأقول لكم بارك الله فيكم ويعطيكم العافية. نحن معا في إدارة المجتمع والشباب وعلى رأسها الأستاذ جلال صفدي نعمل جاهدين من أجل زرع قيم المحبة والتسامح والأخاء وتقبل الآخر وتنمية روح القيادة في المجتمع العربي. يعطيكم العافية وبارك الله فيكم. استمتع معا مع ابن عين ماهل الفنان الرائع ملك النجوى أشرف أبو ليل، والمطرب الرائع صاحب الصوت
الشجي حسن ابو ليل، وعازف الأورف الموهوب عاطف ابو ليل. ولا انسى اني اذكر والحقيقة انه اشرف ابو ليل الغى زيارة لإله للأردن واجا خصيصا من اجلكم لكي ننجح هذا الحفل الرائع. تحية لهذا الشخص الرائع. يا ابو الليل واضربني اياهم لقد ضلعوه انا وياهم.